عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم. طلبتوا القطايف من عم ناول، هاي جاتكم القطايف. ما فماش فارينة وما فماش سميد، قلت خليني نعوض. خذيت رطل متاع قطايف، البات اللي خذيتها فريش راه. وهنا طريقة الخدمة تختلف شوية. باهي باش نبداو بالشحور، خذيت 500 جرام سكر، وباش يطيب فيسع حطيت له كان 400 رمام 250 مليليتر. حطيته على الغاز، نار فوق المتوسطة بشوية. نحركوا الشحور متاعنا باش السكر هذاك ما ياخوش لون، نحركوا مليح. ومن بعد نغسلوا لجناب متاع الكسرونة ضروري، خاصة إذا يكون السكر كيما اللي عندي نوعية مش باهية كيف ما تشوفوا كشكش، وراه فما شكون ينحيها الكشكوشة هذيك. دونك ضروري لهنا نغسلوا لي بروا حتىش للحرف متاع السكر باش من بعد ما يسكر لكمش. نحطوا بانسو في الماء البارد، معناتها جيست ما نبلوها ونقعدوا نمسحوا في اللي بروا. كيف يغلي السكر نزيدوا 10 جرامات قارص او عصير قارص، وما عادش نحركوه بتاتا. 12 دقيقة على نار تكون متوسطة. الشحور متاعك يكون حاضر، الشحور هذايا ما يكونش ثقيل برشا وما يكون جاري كيف الماء. وقت اللي يتيب باش نزيدوا مغرفتين معناتها ماء عطرشية دياري هذاك. تنجموا تعوضوه بماء الورد ولا بماء الزهر. اصل القطايف راهي قبل تتعمل بماء الزهر، لكن انا عشقي العطرشية ولهنا راني باش نخدمها كيف البقلاوة. الرسات هذه يلزمها زبدة طايبة، خذيت لهنا 200 جرام متاع زبدة فيتالي. مانيش باش نستعملها الكل بالطبيعة. وحطيتها على نار تكون ضعيفة ونستناوها حتىش للي تولي تبكبك. وباش نحي أكل حليب ما نستناهاش حتىش للي تولي مارون وإلا تطيب كومبليتمون. لهنا باش نقعد كل مرة نحطها على نار ضعيفة، هي تخرج الكشكوشة وإلا الحليب هذاك، وانا نجي من فوق ونحيه حتىش للي تطيب الزبدة وتخرج كيف ما ريحة السمن. فما شكون يعمل زبدة بالحليب متاعها ويزيد السمن، لكن احنا باش نضربوا عصفورين بحجرة ونعملوا الزبدة الطايبة. كمية الزبدة في البات راهي تختلف. بالنسبة لي انا ما شربت ليش برشا، في اللي البات فريش والا العجينة طرية. والحانوت هذاك اللي خذيت من عنده راهو موجود في مارشي سنترال، ونتصور برشا منكم يعرفوه. الفاكهة ما نحمروهاش برشا، ويا حبذا لوز ما يكونش بقشوره باش ما يعطيناش فارس يكون اكحل سواد حاشاكم. دونك لهنا عرجتهم على المارون الزوز، واستعملت لوز بلاش قشرة، خذيت منه 100 جرام و150 جرام بفريوة تنجموا تعملوا شطر بشطر. لهنا خذيت كمية القطايف متاعي، ظهرت لي برشا على الصحفة فرجعت شوية وباش نخلط بالطرف بالطرف. البارتي اللوطانية متاع القطايف تكون فيها أكثر عجينة، سيرتو أنا باش نعمل أحراف. لهنا خذيت لي صبيت في مرحلة أولى 100 جرام متاع زبدة، ولكن ظهرت لي برشا. من بعد داركت الموقف. إذا كانت تحطوا زبدة أكثر من لازم راهي باش تذوب الزبدة هذيك في الفور وترسيلكم من بعد تنحيوا فيها. يلزم العجينة متاع القطايف ما تخوش أكثر من اللي تستحق زبدة. لهنا تصبوا وعينيكم ميزانكم بشوية بشوية حتىش للي نشوفوها تغلفت الكل بالزبدة هذيك. خذيت لهنا الطبق 25 على 25. انا ما نحبهاش على زوز ولا 3 تيقان، نحبها تجيني في علو كعبة البقلاوة وتجي خفيفة وعسلها اكل خفيف، وحاجة تاكلوها وتعاودوا منها من غير لا تغم على القلب ومن غير مك السكر يحرقك في قريجمك. صدقوني خفيفة خفيفة على الاخر. فما شكون يشد البات متاع الكنافة كيف ما هكا والا متاع القطايف ويزيدها ماء الزهر ويزيدها سكر المحور. الزيادات هذه الكل انا ما نستعرفش بها. الزبدة الطايبة باش تبنن البات وبلاش سكر، حتى كمية السكر اللي حطيتها في الفاكهة راني قللت فيها. هذيك زبدة جمدت بمفعول البرودة، فسخنت الفور وحطيت الصحفة باش تعاود تذوب لي. وراني كي زدت
البارتي الثانية متاع العجينة اللي باش نحطها من فوق ما زدتش زبدة، خاطر حسيتها شربت أكثر من اللازم. بالنسبة للفارس لهنا خذيت 30 جرام سكر محور، حتى سكر عادي يقضي. وحطيت أكل فاكهة اللي رحيتها تحبوا ترحيوها مهروشة على الآخر تنجموا، ولكن بالنسبة لي أنا مهروشة عالجويد. وكيف ما قلت لكم باش نخدمها على طريقة البقلاوة، تجي الفاكهة مرحية ان كالكو سورت، ولكن شاربة الشحور متاعها. باش نخلطوا لهنا بماء العطرشية الى انه نتحصلوا على عجينة تتلم بين يدينا وما نكثروش، وكيف كيف ما نخليوهاش شايحة. يلزم الفاكهة لهنا تشرب كميتها من الماء العطرشية ولا من ماء الورد كيف ما تحبوا. لهنا انا زودت شوية راهو، ولكن كي تلم العجينة بين يديك ما يلزمهاش تلصق. والسكر هذاك المحور اللي حطيناه هو من شأنه باش يلصق كل شيء في بعضه. بعد ما حطيت الكوش الاولى متاع عجينة القطايف لهنا ومليت اكل فراغات وهزيت على جناب معناتها القطايف باش كيف نحط الفاكهة ما تلصقش في حرف البلاتو تتحرق لي. باش نوزع توا كمية الفاكهة الكل بالتساوي وجيست ما نرص عليها شوية، ما يلزمهاش معناتها ما يلزمناش نرصوها بالقوي باش من بعد تشرب لنا الشحور. كيف ما تراو تماما في الفيديو جات القطايف متاعي العلوة متاعها 3 سنتيمتر، وكيف ما تتباع في باتيسري نعرفها انا باتيسري فين. ما نحبش القطايفك اللي تبدا في البيراكس وعلوها علوين وطولها طولين. بعد لهنا ما ذابت اكا طرف الزبدة اللي قعدت في الفوم تاع الصحفة، كملت بقية العجينة متاع القطايف. والعجينة هذه لا تستحق تقصوها ولا تستحق تقليوها في الزبدة ولا تستحق تحطوا لها الماء، كيف ما هي عجينة فريش تعمل 66 كيف ديجا. حتى لونها كم تشوفوا فيه مختلف على عجينة الكنافة. وحطيت هكاك خصايل كيف ما هي وجيت بنينة 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 ما نحكي لكمش. لهنا باش نحط توا شوية شوية، ما بطبيعتها هي راهي تطيح في الفور عالطياب معناتها ينقص الفوليوم متاعها. فمن فوق انا ما رصيتهاش مليح، هذاك علاش البارتي اللوطانية جات تبقى فينو. وكملت حطيت 500 جرام الكل، نغطيو الفراغات من بعد باش نستويها بالسباتول كيف ما تراو ندخلها للفور 25 30 دقيقة نهايته. وراهي يلزمها تكون دوري قالت الاخرى ماهيش معناتها طايبة برشا، زايد راو في زايد. لهنا باش نحمروها وراي تقبل الطياب ملوطة اكثر من فوق. يا حبذا كيف ما تراو لهنا لي دو فونتيلاتور يضربوا ملوطة اكثر حاجة، ومن فوق تحمر بطبيعتها. من بعد نخرجوها ونصبوا عليها ديريكتومون الشحور. الشحور تو تشوفوا القوام متاعو يلزمها بالنسبة للطبق هذايا على الأقل 400 جرام من الشحور، توزنوا وتحطوا. أنا في المرحلة ذي حطيت 300 جرام ومن بعد خليتها تشرب وراني زدتها 100 جرام خاطر شربت بالقدا الشحور متاعها. نخليوها تبرد كومبليتمون قبل ما نقصوها. هذاك الكولور متاع القطايف نزينوها كيف ما نحبو. انا حبيت نعملها بالبيستاش كيف ما تتباع في الباتيسري اللي حكيت لكم عليها. وهذايا كيفاش زينت القنفيد لازم وضروري في القطايف. فما عباد تسميها دراجي، لا احنا نقولوا له قنفيد. هذايا القوام متاع الشحور وهو بارد تماما فوار بايت خاطر قصيت من غدوة انا. لهنا باش نقصه كيف ما نحبه بالشكل اللي نحبه ويخرج القالب. ولو انه الشحور ماهوش معسل برشا يخرج لك القالب صحيح، شاربة شحورها في حقها ماهيش اكلي تعوم عومان. انا ديجا حتى كي كنت نشريها من الباتيسري هذية كنت نحطها على بابيي ابسوربون خاطر ما نحبش في المعسلات برشا عسل، نعطيوها حقها باش ما تجيش شايحة. اما اكل قلتة متاع الشحور اللي تجي في قاع الطبق راني ما نحبهاش.
الطياب متاعها كسوا من فوق والا من اللوطة يلزم يكون دوري فاتح. القرميشة تعمل 66 كيف. الفاكهة شاربة العطرشية، ولكم أن تتخيلوا ذلك. لهنا قسمتها وصورت لكم على برشا أيامات، وجات حاجة نودكم ولا نشهيكم، تصدقوا ولا ما تصدقوش، في نهارين وشوية البلاتو قعد فيه مرسو تيلمو خفيفة وتيلمو جيت حاسيلو تتكل على الشبع. هذه هي طبقات يكونوا فينو وشادين بعضهم. ان شاء الله يكون الفيديو واضح. الى اللقاء المرة القادمة ان شاء الله.